أفخم حصيلة من الأهداف في هذا الدور السادس عشر للكأس سجلت خلال لقاء اللي شاهدوه حاليا بين النادي الصافي وضيفه جريدة توزر. هذا الفريق المنتمي للقسم الأول مجموعة الجنوب. المبادرة بالتسجيل كانت للنادي الصافي أثر عمل تمهيدي من رنان درقاع. توزيعة درقاع يتلقاها هشام القريوي بالرأس ويقذف الكرة تتجاوز وتتحدى الحارس رزق. هذه إعادة لعملية الهدف الأول اللي تسجل في الدقيقة 28. بقى تنتيج على هذا النحو خلال هذا الشوط الأول. الشوط الثاني غير فيه النادي الصافي بالمراول نتاعو وأصبح يرتدي المراول البنفسجية، وهنا محمد السوداني في عملية الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصافي. محمد السوداني اليوم لعب في مستوى طيب تماما مثل ما هو الشام بالنسبة لدرقاع. شوفوا درقاع كيف يتخلص من سلسلة من المدافعين، ومحمد السوداني يقذف مباشرة من مستوى 20 متر ويحقق الإصابة الثانية. الإصابة الثالثة لصالح النادي الصافي ما احناش مشي نشاهدوها، سجلت عن طريق التونسي وفاجأت الكاميرا مفيد الزواغي. بعد الهدف الثالث فريق جريدة توزر يتمكن من تذليل الفارق عن طريق لاعب حبيب عمارة اثر توزيعه من بن ابراهيم. هذه عملية الهدف الوحيد اللي انقذ به شرف الفريق بتاعه. نادي الصافي كنا نظن انه مش يضيقوا الهدف هذا، لكن هنا عملية الهدف الرابع وفوارد درقاع يتمكن بكل سهولة من مغالطة الدفاع وكذلك الحارس. بعد هذا الهدف نشوف عملية فيها كثير من الطرافة. الكرة ترفض أن تستجيب لأقدام مهاجمين النادي الرياضي الصافي. انتبهوا العمليات هذه، قذفة أولى من درقاع على العارضة، ترجع الكرة من جديد والدرقاع يمد الكرة لرنان ليقذف والعارضة أيضا من جديد. الكرة تمشي وتخرج ركنية، ثم تنفيذ الركنية يتمكن على أثره الغريري من القذف كذلك على العارضة. وهنا نشوفوا العملية هذه. حقيقة العملية هذه أثارت كثير من الحماس على المدارج. وعمليات النادي الصافي خلال هذا الشوط الثاني، هنا الهدف الخامس عن طريق بن كحلة أثر تنفيذ المخالفة. كرة من الهوش، بن كحلة ينزل للهجوم ويحقق الهدف الخامس، ثم يكون الهدف السادس بواسطة رنان، مع العلم أن النادي الصافي سعي منه لتوثيق عراء الصداقة والتحابط مع كل رياضي. جريدة توزر أقام حفل تكريم على شرف هذا الفريق. هذا الفريق اللي نعرف أنه يقدم الكثير لفائدة كرة القدم التونسية في الجنوب الغربي التونسي، ويرأس الإدارة الفنية لفريق جريدة توزر هذا هدف الرنان اللاعب القديم التنظاري. شوف الرنان كيفاش ياخذ الكرة يروضها ومباشرة يقذف بقوة يحقق الهدف السادس.